السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا نعمل مع بعض حمص الشام في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. هعمله لكم بطريقة احلى بكتير قوي من بتاع العربيات. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ازاي. بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اول حاجة كده جبت معايا ربع كيلو من الحمص، غسلته كويس قوي وبعد كده نقعته في ميه عاديه خالص من بالليل لحد الصبح، يعني اقل حاجه تنقعيه 12 ساعه لحد ما حجمه يتضاعف ويبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده باخده من الميه اللي انا نقعته فيها وبشطفه كويس قوي، وبعد كده بقى بكون معايا ميه مغليه زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بنزل بقى على طول بالحمص المنقوع في الميه اللي بتغلي دي بالشكل ده. لازم المية تكون بتغلي. بعد كده معايا 3 حبات من الطماطم يكونوا مبشورين، انا مش عايزاها مضروبة في الخلاط ولا في الكبة، تكون طماطم مبشورة، يعني بشرتها وشلت القشر منها، ما خدتش القشر. وبعد كده معايا حوالي 3-4 كده فصوص من الثوم مفرومين ناعم. حمص الشام ما بيتحطلهوش بصل، جربي الطريقة دي وهتدعيلي. بعد كده بنزل بمعلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعايا معلقة من المرقة الفورية، ودي بتديله طعم حلو قوي. البابريكا بتخلي لون الحمص، لون المية بتاعت الحمص زي ما انت شفتيه كده في اول الفيديو. انا مش بحط صلصة طماطم خالص عشان بتغير في الطعم بتاع الحمص معايا. بديله بقى تقليبة وبغطي عليه لحد ما يغلي، واول بقى ما يبدأ يغلي ههدي عليه النار واسيبه يستوي على نار متوسطة. شايفين الجمال؟ شايفين لون المية بقى عامل ازاي؟ اول بقى ما يستوي معايا ببدأ انزل عليه بالملح. الملح انا بضيفه في الاخر عشان ما يتأخرش معايا في السوا. خلاص هو كده استوى وبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. احلى حاجة تدفي في الجو الساقع ده. شايفين الجمال؟ حاجة كده ما شاء الله. عشان بقى تقدميه تجهزي بقى الشطة بتاعتك اللي بيحبوا سبايسي، والكمون والليمون الشرايح بتاعنا او الليمون اللي هتعصريه. ابدأ كده في كل كوباية بحط شريحة ليمون من تحت، وبعد كده بقى احط الكمون والشطة على حسب كل واحد بيحب ايه. بيحب شطة زيادة، اللي بيحب من غير شطة، بالشكل ده. وبعد كده بقى بنظبط الكوباية بتاعتنا، بجيب الحمص زي ما انتوا شايفين. وتظبيط الكوباية بقى ده حسب المزاج، يعني في ناس بتحب الحمص كتير، في ناس بتحب المية اكتر، يعني زي ما بتحب الكوباية بتاعتك زبطيها. شايفين الجمال؟ شايفين لون المية عامل ازاي؟ يلا بقى جربوه بطريقتي وقولوا له رأيكم ايه في الكومنتات. وقومي دلوقتي اعملي احلى كوباية حمص شام تدفيكي في الجو ده. ظبطي بقى الليمون، وعايز يزود ليمون، اللي عاوز شطة، وبألف هنا وشفا. هستنى رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.